بيقول أحد السلف إن أسوأ الناس خلقا هو من إذا غضب منك أنكر فضلك وأفشى سرك وجحد عشرتك وقال عنك ما ليس فيك. أخبارك إيه يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. يا أخي بالله عايز أقول لك سر، بس أمانة عليك، اوعى حد يعرفه. عيب عليك يا غالي، قول سرك في بير. السلام عليكم. قبل ما أبدأ معاك يا صديقي، خليني أعرفك مين هو صاحبنا الواشي. الواشي دوت هو الشخص اللي انت دايما بتأمنه على سرك، ومع أول بس يقدر يبث فيه الخبر دوت للناس ما بيستناش وبسرعة يروح ينقله. تعالى أقول لك بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إيه في موضوع أمانة السر دوت. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. عارف ده معناه إيه؟ ده معناه إن لو شخص حب يقول للشخص كلام والتفت بس حواليه يمين وشماله عشان يتأكد إن مفيش حد سمعه، ففي الحالة ديت الكلام دوت يعتبر أمانة وسر، ناهيك إن أنا ما قلتلكش إن هو أكد عليه كمان وقال له ده سر. طبعا كلنا في حياتنا شخص بيكون مميز جدا عن باقي الناس اللي نعرفهم، وفي الغالب بيكون معاه كل أسرارنا. بس تخيل لما تكون بتثق في حد أوي كده وفجأة يخذلك، وأكتر شخص كنت مستأمنه على سرك وقت الخصام يستخدم السر ده ضدك. أنا عارف طبعا إحساسك بيكون عامل إزاي. الموضوع وقتها مش بيكون مجرد وجع وقت المشكلة وخلاص، لأ، ده الموضوع بيكون له عامل نفسي كبير جدا لدرجة إن بيخلي الإنسان يفقد الثقة في كل اللي حواليه. طب أنت تعرف إن السر أمانة، واللي يخون الأمانة عند ربنا ديت بتبقى حاجة كبيرة جدا. فربنا قال في قرآنه الكريم في سورة الأنفال آية رقم 27: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعايز أقول لك إن الموضوع دوت مش بيحصل للأسف ما بين الأصدقاء وخلاص، لا، ده ممكن كمان يكون بيحصل ما بين الأزواج والإخوة، وله تأثير كبير جدا على دول بأكملها. عندك مثلا بروتوس، ويعتبر كان هو الصديق المقرب ليوليوس قيصر عام 44 قبل الميلاد، وإزاي استغل قربه الشديد ليه وكل أسرار يوليوس قيصر اللي كانت معاه في عمل مؤامرة لاغتياله في مجلس الشيوخ وقتها. وديت ممكن نبقى نعمل لكم فيها حلقة كاملة لو تحبوا، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وفي كمان في العصر الحديث اللي عمله كيم فيليبي اللي توفى عام 1988، وازاي كان بيقود شبكة جواسيس لصالح الاتحاد السوفيتي. وبالمناسبة لو عايزنا نعمل لك حلقة كاملة، يا ريت تكتب لنا تحت في التعليقات ونعرف من خلالها ازاي وقتها خان زملائه بتسريب أسرار ومعلومات حوالين الام 16، وكانت يعتبر نقطة قوة للخصم. كان لي خل يعلم أن بي 99 علة ومأثرة واحدة، فكلما جلس إلى قوم يحدثهم أعاد مأثرتي عليهم 100 مرة، فظن الناس بي خيرا لم أظنه بنفسي. فهو ده يا صديقي الشخص اللي لازم تمسك فيه بإيدك واسنانك. وفي نهاية الحلقة أحب أعرف منكم رأيكم، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات نتكلم في إيه عن الحلقة الجاية. دمتم في رعاية الله.